ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده عامل فكره، انا عامل الفيديو ده عشان اوثق الاختراع ده. تمام. والفراولة نزل الفراولة. ما خلاص بقى يا ستي، ما هي ادي الفراوله عندنا في جنينه. دلوقتي احنا عندنا بطاطا، فجا في دماغي كده البطاطا بالعسل هيبقى طعمها عامل ازاي؟ طب البطاطا بالشوكولاته هيبقى طعمها عامل ازاي؟ وانا طبعا بما اني بحب اجرب، فانا قلت النهارده هجربه. فقلت اوثق الفيديو ده وجبت البطاطا. تمام. وربنا يستر، يعني مش عارف اللي انا بعمله ده تخلف ولا هتطلع حاجه حلوه. المهم بقى، لو انت اول مره تتفرج عليا من فضلك لو سمحت انزل اعمل اشتراك في القناه تحت. ايوه تحت هنا، ايوه هنا. اعمل اشتراك في القناه وحط لايك متين على الفيديو، واكتب لي كومنت تحت لو عايز نجرب منتج معين او مطعم معين او اي تجربه. تعالي بقى ايه نشوف احنا هنعمل ايه. انا جبت البطاطايه. تمام. وبعدين هنقسمها ايه، نقسمها بالنص كده عشان نجرب، نصها بالعسل ونصها بالشوكولاته. الله، والله العظيم حاسس ان انا هبوظ هي جت عليا. عمالين يعملوا ورق عنب فرايد، والنهارده ان شاء الله اعمل لكم فيديو عاملين ممبار فرايد برضو، ممبار كريسبي. فانا مش فاهم هي، فما جاتش عليا بقى فجرب انا كمان. نبدا بانهي الاول، اللي بالعسل ولا بالشوكولاته؟ بالعسل. بالعسل. انا حاسك بقيتي مبسوطه، يعني انت مش حاسه اللي انا بعمله ده عك؟ يعني عادي الموضوع بالنسبه لك عادي يعني؟ طب انا اعمل ايه؟ مش عارف. تاخد معلقة؟ احط بالشوكه بقى وخلاص، اي حاجه. يا سلام، انا حاسسها هتطلع حلو. عارفه ليه انا بعملها بالعسل؟ بس خلي بالك هي مسكرة اصلا. مره وانا ماشي في شارع النقراشي لا بجد والله. مره وانا ماشي بالعربيه لقيت واحد بيبيع بطاطا وحط عليها عسل، فمش عارف اخدني الفضول. لا لازم نغرقها بس كده. بطاطا بالعسل. اوه، هذا الاختراع هيبقى جيد ولا هيبقى ايه؟ بس انا جبت الشوكولاته دي الصراحه، انا كل يوم لازم اكل منها واحده او اتنين. شوكولاته بابلز دي بجنيه اهي، بصوا كاتبين عليها بجنيه عشان الناس كانوا بيبيعوها بجنيه ونص من حلاوتها يعني. تعالوا بقى ايه نحط ايه ده، الشوكولاته قلبت ميه ليه كده؟ طبعا عشان احنا في الشتا بقى. الشوكولاته عامله كده ليه؟ الشوكولاتة لونها كده ليه؟ مش عارف، احنا بناكل دي طحينة دي. ده يا جدعان ملخص اختراعاتي وابرز اختراعاتي في سنة 2023. ده اول اختراع من اختراعاتي في 2023، بطاطا بالعسل وبطاطا بالشوكولاتة. معلش الشوكولاتة بس شكلها عامل كده عشان هي ايه يعني، جو ساقعة عشان هي مش شوكولاتة. عشان هي على قد فلوسها بجنيه. برضو حابب انوه لكم محدش يجرب العك اللي انا بعمله ده. تمام. انا ما احبش اخلي في نفسي حاجة، فتعالوا نجرب اول اختراعاتي في سنة 2023. تعالوا نقطع كده حتة. السلام، والله شوهت البطاطا بقى مع العسل. ايه رأيكم نعمله سلسلة اسمها ميكس ولا دونت ميكس؟ حلوة صح؟ فكرة حلوة. خلاص هنعمل سلسلة اسمها ميكس او دونت ميكس. ده اول فيديو في السلسلة الجديدة. فتعالوا بقى ايه ندوق، نقول بسم الله. بص شكلها عامل ازاي. بسم الله. ليه الاخبار؟ لا حلوة والله، يجي منها. والله ميكس حلو يعني. واضح انها حلوة، بس هي عايزه البطاطا تبقى سخنه، تبقى لسه طالعه من الفرن. ولا دي تنفع في الشتاء جامد قوي، دي تعلي فوق قوي وتدفي جامد جدا. تيجي نجربه اللي هي بالشوكولاته دي. يلا اتفضل معانا بقى. انا حاسك قاعد معايا يعني في الفيديو. انا بكلمك انت مثلا. تعالوا كده ايه ناخد حته كده. انا حاسس دي هيطلع طعمها احلى من التاني. شكلها عامل ازاي. بسم الله. عايز شدي لك. نايس. بصي هو ميكس غريب. لا ميكس غريب، البق مش واخد. لا في حاجه غريبه. والله العظيم. اكنك بتاكل جوز. لا مش انتوا ايه. البطاطا مغطيه على البطاطا صح؟ فالمخ تقريبا مش عارف يوصل للاشارات، مش عارف بيقول ايه ولا لا. الشوكولاته طعمها طاغي على البطاطا، فلا ما عجبتنيش بصراحه اللي بالشوكولاته، بس عجبتني اللي بالعسل قوي. نقدر نعتبر ده ان ده اول اختراع في سنه 2023.
لا ميكس حلو جميل. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تحط اللايك المتين، واكتبوا لي تحت لو عايزين نعمل اختراعات تانية او نفتكس اي افتكاسة تانية. على ما اعتقد دي مش افتكاسة يعني، انا شفت حد بيعملها فقلت اجربها. يلا اشوفكم في فيديو ثواني جديد. ثواني هجرب سلام. حاجة. بصوا لو عايزين اي حاجة اكتبوا ان انتوا عايزين سلاسل تانية من اختراعات يوسف جدو. بيتفرج ده على ابو القساقيس فمأثر عليه شوية. يلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام. سلام.